7 7 1 2. ارحب يا أخي خالد. الو، ارحب يا أخي خالد. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير، في نعمة وعافية. وأنت كيف حالك؟ أنا الحمد لله بخير. تدوم عليك الصحة والعافية يا غالي. أمرني ما في نفسك. ما يمر عليك ظالم يا أخي محمد، ما بلا أبو واحد في الحارة مسكين عامل نظافة اسم الرسيل. أيوه، عايش هو أبوه وهم مساكن وحالتهم ضعيفة قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. أيوه، وأبوه مريض في مرض خبيث. سلام قول من رب الرحيم. الحمد لله الذي عافانا بما ابتلى به غيرنا. الله يشفيه ويعافيه. ما بلا الرجال محتاج عملية في الخارج. أيوه، وقلت لا تقدر تساعد بتكاليف العلاج والسفر. المشكلة يا أخي خالد أنا بمسك هذه الأيام مناقصة مع شركة استثمارية كويتية. أيوه. بتفتح مشروع كبير في اليمن، وأنا الذي بمسك المناقصة، وعلشان أمسك المناقصة قد خسرت الزلط بغير حساب. أيوه. لذلك يا صديقي الوضع معي هذه الأيام ما يسمح، لكن إن شاء الله بسافر الكويت بعد 20 يوم، ولما أرجع بشوف كيف أساعده. الرجال تعب قوي ومحتاج يسافر ضروري في أقرب وقت، لو تقدر تشوف له فاعل من خير. إن شاء الله معذور من خير، أنا بفعل جهدي. الله يسعدك ويكتب لك كل خير إن شاء الله. آمين يا رب وإياك. المهم يا أخي ارجع جيب رقمي لهذا عامل النظافة وخليه يتواصل معي علشان يرجع يرسل لي التقارير الطبية وأنا بشوف. خلاص طيب، أنا أخليه يتواصل معك. سابر أي خدمة ثانية؟ سلامتك يا أستاذ محمد من كل شيء إن شاء الله. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا خالد. يا أخي ليش مغلق تلفونك؟ اتصلت لك 50 اتصال. ما بالله كمل علي الشحن ورحتها في البقالة يشحن، خير ما كنت تشتي. تذكر فاعل الخير اللي جابرتك عليه؟ ايوه ماله؟ اليوم اتصلت له وجابرت من موضوع ابوك الله يشفيه. سابر ما قال لك؟ قال ان شاء الله يفعل جهده ويحاول يتساعد معك ويكلم التجار يتساعدوا معك. تسلم، الله يحفظك ويكتب لك الاجر. امين يا رب وياك. بس اسمعني، ما به. قال لي ادي لك رقمه علشان تتواصل معه وترسل له بالتقارير الطبيه حق ابوك عشان يشوف ما يحتاج. حاضر تمام. سجل الرقمه. ما بشي التلفون، افعلها في رسالة نصية. ها سابر عاد ارسل لك الان، معك شيء. سلامتك من كل شر. خاطرك. الله معك. بالعافية. محمد، ايش جاي اكلمك في موضوع. خير ما تشتي؟ لا تطرح التلفون وابسر لي، ايش جاي جابرك سوا. ها طرحنا التلفون ما تشتي؟ عندنا نعرس بنت عمي سوسن بعد شهر. بغير جناها، أما أنا عرسها؟ لا هو عرسها ما فعلها، أوصل أمسك لها المسجب والشمع. ما بالله قلت بيجي العرس وانت في الكويت. أيوه. وانا ايش العرس يجي ومعي ذهب ساعة الناس. وين مطلوب؟ انت وعدتني انك تبيع الحزام حقي، تشتري لي حزام اكبر منه وذهب ساعة الناس. وعدتش أيوه صح، بس مش وقتش الحين، أنا مشغول. كنا يحين وقته لما أرجع من الكويت. الله يحفظك يا محمد، ايش العرس يجي ومعي ذهب ساعة الناس. أنت تفهمين ولا لا؟ بين أقول لش لما أرجع من الكويت إحنا والرفس ولا غاجة. قلدك الله، أسرع العرس نسوان الأسرة كلهن معهن ذهب حالي، وأنا حق الذهب أي كلام. أها. أيوة ما ينفع، وأنا زوجة رجل أعمال ومقاول كبير. لا تضحكي علي بهذا الكلام، ولا أنا جاهل تخرطيني بهذا المجابر. هيا قهوة الله يحفظك، قول تمام. يوه ما أبغى كسرتي راسي. يلا تممناهي. تسلم، ربنا ما يحرمنا منك. آمين يا رب. إحنا تشتري الذهب؟ خلاص إن شاء الله الصباح برجع أبز الحزام وأصير أبيعه، والعشية إن شاء الله نرجع نصير أنا وأنتي السوق نشتري ليش حزام أكبر منه ونزيد نشتري ليش بدلة ثانية جنبه. سابر لا تنسى ما تشيل معك الصباح تبيعه، لأنك تنسى واصل. ما هو صدق، لكن أنتي دارية. إيش؟ شيلي الذهب حقش وطرحيه في العلاقية الذي بينها الجواز وأوراق المناقصة علشان لما أصير الصباح أكمل عملي أشوف الذهب وأذكر. حاضر ولا يهمك. ملاك لا تطرحش الذهب في الصندوق. ليش؟ اطرح الذهب في علاقية سوداء واربطيه وطرحيه في العلاقية الذي حق المناقصة والجواز، الذي بينها المناقصة والجواز، لأننا بنطرحها بننساها في السيارة ومشي حد يركز على الصندوق ويرجع يبزه.
حاضر. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله على ما أبليتني. وين صرت يا ولدي؟ صرت ادي لك عشاء يابا، قوم اتعشى. مشيش اتعشى يا ابني، انا تعب مشيش. تعشى انت، تعشى يا نادي كبدك، ما في بطنك وفي بطني. تعشى ضروري يابا تتعشى، انت مريض، اقل شي كافح على المرض بالاكل. يا ولدي يا ولدي، كذا المرض داخل، لا عاد ينفع علاج ولا عاد اكل. كذا المرض داخل، الله يحفظك. لا تقول يابا هكذا، ان شاء الله تتعالج وتتعافى وترجع مثل اول واحسن. ما عاد ايش ارجع يا ولدي على ما كنت. عشتي اموت والقى ربي. الله يحفظك يابا ويطول بعمرك، عاد احنا بحاجتك. ما احسن يا ولدي من لقاء الله وانت خفيف الذنوب والمعاصي. واحنا بفضل الله يا ولدي بطوننا نظيفه، ما اكلنا الحرام ولا اكلنا حق احد، اكلنا الحلال بفضل الله تعالى. اي والله يابا الحمد لله. وليش يا ولدي بنفتزع من الموت؟ ما يرحم الله من ظلام ونهب حق الناس يا ولدي. اما احنا نحمد الله اكلنا رزق حلال وقنعنا بما كتب الله لنا. بالله صدقت. وهذه يا ولدي نصيحة خليها في راسك لو ما تموت. وأكل يا ولدي من الأكل الحلال ولو من فتاة الخبز اليابس. واحذر من الأكل الحرام ولو عيشك في قصور من ذهب. عذاب الدنيا يهون، أما عذاب الآخرة ما حد يتحمله. وان شاء الله يابا ما يدخل في بطني ريال واحد حرام ما دام اننا ابنك وتربيتك. الله يرضى عليك يا ولدي ويجزيك كل خير، ويرضى عنك في الدنيا وفي الآخرة. داحن يابا الله يحفظك، قوم اشرب لك العلاج واكل لك لقمتين علشان ترقد وتتعشى. ما قدرت أكل يا ابني، أنا تعب، مشي شغل كل أنت. الله يحفظك يابا علشاني طيب خاطري. حاضر، ما عليك إلا طيب خاطرك. يلا اشرب. داحين اتصل فيه على الخير هذا نشوف ما عاد يفعل. يا مرحبا. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ معك رسيل صاحب خالد الذي كلمك الصباح من مرض الوالد الذي فيه. ايوه يا اخي، حياك الله. الله يحييك. اسمع يا اخي، انا مسافر الكويت بعد 20 يوم، ان شاء الله لما ارجع من السفر بشوف موضوع ابوك. بس الوالد هو تعب والتاخير بيضره اكثر. معذر من خير يا اخي، انا ما اركنك، لكن بفعل جهدي بقدر المستطاع اني اساعدكم. خير ان شاء الله خير. انت رسل لي التقارير الطبية حق ابوك للواتساب، وان شاء الله معذر من خير. ربك كريم، الان انا برسل لك. يلا الله معك. يلا.
هذا الماء يابا والعلاج وذكى جنبك، لا تنسى ما تشربه. وهذا الاكل يابا لاقي وقت. وهذا التراب يابا لو ما يأذن تيمم وصلي. وهذا التلفون لا تعبت ولا احتجت اي حاجه اتصلت لي، خليه جنبك. الله يفتح عليك ابني ويقضي حاجتك. يلا يابا انا شاسير اشتغل وارجع، دعواتك ادعي لي. الله معك. الله معك، الله يفتح عليك. حسبي الله ونعم الوكيل من الناس الذي ما عندهم ذوق. كذو جنب البرميل كان يدخل القمامة داخله، ما هذا طرحها جنبه. احنا بعذاب نتخارج من هذا المره. ما هو هذا؟ وين الذهب؟ وين العلاقية؟ الجواز؟ الأوراق؟ أيوة. وين العلاقية الذي فيها الورق والذهب؟ معك كيف وينهن؟ عين معي ما بالله صحن سفري وبواقي عشاء أمس. وأنا ما دراني شوف وين حطيتهن؟ أنا حطيتهن عند الباب قبل ما أخرج ودخلت الحمام. سيري بسريهن لاهن عند الباب. لحظة بس. ما بش ولا حاجة. كيف ما بش ولا حاجة من الجنان؟ أنا عايزيري. مدري مالك بتصيح. الآن تقلبي البيت وتخرج العلاقية من الجن. أنا جاي ليش في الطريق. لكن رجمت الكيس مع القمامة. يا ربي فين سيرت كيس الدعاية؟ كم كنت رميته بالقمامة؟ ما بحد العلاقية. إن شاء الله إن عادي في البيت. إن شاء الله إن ملاك لقيتها. حصلت العلاقية؟ ماشي. لا كيف ماشي؟ أنت بتتكلمي بجد ولا بتمزحي؟ روح دورها بالكيس حق القمامة اللي مكنتك ترجمه. شكلي حطيتها فيه مش عارفة. ايش؟ عاد انا رجعت من القمامة ولا حصلت حاجة. ما هو يعني الذهب ضاع. يلعن ام الذهب وابو الذهب حقش هذا.
الجواز السفري، ملفات المناقصة، التصاريح اللي خرجت من الدولة، الشيكات، السندات، كل شيء في العلاقية. وانا ما دراني ما ركزت. لي 6 شهور بين عامل المناقصة، وقدمت من جيبي 40 مليون علشان اكسب المناقصة، ولما كسبتها جيتي تخربيها علي. انت عارفة لو ما جيش الموعد المحدد وانا في الكويت المناقصة بتطير بح، يعني ما فيش مناقصة ب100 مليون دولار، وصلت الذي قدمتها وخسرتها بتطير. انت فاهمة؟ وانت خايفة على ذهب بمليون ولا بمليون وخمس. لو اخسر عملي بسببش اني لا اقطعش واطرحش في كيس واسال الجنبش في البرميل الذي لجمت فيها الذهب والاوراق. خاطرش. والمصيبة حلقت علي. المناقصة والسفر والزلاط بايق رحنجو. محمد حسين القامس. من هو هذا؟ داحين مفعل بالذهب، ادور صاحبه وارجعه له، ولا اشيل الذهب؟ ايوه ارجعه له، حرام يمكن يكون محتاج له، يعلم الله كيف حالته. لا ليش ارجعه؟ انا ما سرقته، انا لقيته رزقي وجاء بين يدي، بدل مجلس منظف اصير ابيعه وافتح لي مشروع اطلب الله منه. بس ملفات الرجال عندي وباين عليهن اوراق مهمة، وما ينفع ارجع الاوراق من دون الذهب. والله ما ادري، بس هو حرام اشله من دون ما ادور صاحبه. لا مشروع حرام، انا ما سرقته، انا لقيته، عاد بكره الصباح اصير ابيعه وخلاص. نذرا علي الرجع لي الاوراق والجواز، اني اعالج ابو الولد هذا على حسابي. لكن غريب. اهلا يا اخي، انت الذي لقيت الاوراق والذهب؟ اهلا يا زكريا. مالك تراجعت يا رسل، قوي قلبك وادخل بيعه. وكل يا ولدي من الاكل الحلال ولو من فتاة الخبز اليابس، واحذر من الاكل الحرام ولو عيشك في قصور من ذهب. اي والله رجعه بس، وربي لا يعوضني من عنده. ها هذا رقم فاعل الخير الذي قال عيسى عدبي. معك محمد صاحب الاوراق والذهب. قاسم قسمك نصي، ما جيت تتصل بالرقم غريب الا اليوم يا شيخ، خاطرك ما نش فاضي لك. يا اخي ما تشتي يا اخي وانت الذي سويت اعلان اني ضاعت عليك علاقيه. ايوه انا الذي فعلت الاعلان يا غالي، او لقيت العلاقيه. ايوه يا اخي انا الذي لقيت العلاقيه، والعلاقيه وذي عندي، والذي في العلاقيه محفوظات بالحفظ والصوت. اسالتك بالله ما هوش مقلب ولا مزاح؟ يا اخي ما بين امزح، انا بين اكلمك جد. وين بيتك وانا اجي لك؟ لك الحمد يا ربي لك الحمد. قل لي يا اخي وين انت وانا اجي لك. لا ما فيش داعي، جيب لي العنوان وانا اجي لك انا. يلا يا اخي برسل لك اللوكيشن في رساله. سابر ثام، يلا مع السلامه. مع السلامه، الله معك. الحمد لله. ما لها تاخر هذا الادمي، معقول يكون بيكذب علي ويفعل فيني مقلب؟
اتصل به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت محمد؟ ايوه انا محمد. امسك يا اخي هذه علاقيتك، على ما لقيتها وزيد تاكد وشوفه. تسلم يا أخي تسلم، وشكرا لك ألف شكر، وكثر الله الرجال من أمثالك. لا تشكرني، هذه أمانة ووصلتها لصاحبها، ما بش مني أي فضل. ونعم بك. أي خدمة لك ثانية؟ لحظة. خير يا أخي، ما عاد في نفسك. يا أخي عيني منك ملان، إن قد شفتك. لا ما تعرفني ولا قد شفتني، يمكن إنك مشبه. لا يا أخي قد شفتك، بس وين؟ إلا صح، أنت الذي راسلتني في الواتساب علشان مرض أبوك. أيوة أنا. يا أخي إيش معك من ضمير لما خلك ترجع الذهب وأنت بأمس الحاجة له؟ ضمير تربى على الخوف من الله. لله درك ودر البطن الذي حملتك والأب الذي رباك. ما اشتي الثناء ولا المدح من أحد، أنا اشتي رضا رب العالمين. أنا بمشي يا أخي. لحظة يا أخي. عيش. عيش. هذا لحلالك ورزقك. لا والله ما حرم علي ياكل الجرام مثل ما امي محرمه علي، ان هذا الذهب حلالك، والذي رفع السماء بغير عمد ما يرجع. شل الذهب، هذا نصيبك ورزقك ومكتوب لك. وسافر ابوك للخارج وتكاليف علاجك كامله محمول مشمول علي الى ان يتعافى باذن الله. وكل يا ولدي من الأكل الحلال ولو من فتاة الخبز الياب، واحذر من الأكل الحرام ولو عيشك في قصور من الذهب. لو بعت الذهب إني شليتها حرام ولا استفدت منه حاجة، لكن حصلتها حلال وزدت فوقه تكاليف علاج أبي في الخارج. لك الحمد يا الله. كم حسابك يا عم؟ 7000. ها اصرف لي هذه واخصم حقك ورد الباقي. طيب. يا اخي بتبصر رسيل كيف بيمشي مع بجيب الله دولارات وهو كان من اول حراء. يا اخي بنبصر حتى بالتلفون بيجلس واصل بيده ما عاد بيفك لها. يا مصيبة طه يا أخي رسل ما يفعلها شكلها ابن الناس. يا اخي ما بشله هذا الشيء ولا من بيجي صار. لا صدق. الداري خلينا نراقبه ونبصر ما بيفعل. ايوه اكتشفناك. مع من بتشتغل؟ مع من بترسل إحداثيات ما معك بالتلفون. ايش بتشتغل كلي؟ أو بترسل إحداثيات مع إسرائيل. خلاص بس هذا التلفون وانا ارويكم ايش بين اشتغلت. حاصر يا عبد العزيز انتبه لا يهرب. انتبه يروينا ما بيشتغل. الله يزكيكم عقولكم. يا خبرة انا بين اشتغل في منصة مال الرقمية، ابيع واشتري بالعملة. أيوه كمل. هذه المنصة تأكد وتشترك ببطاقتك الشخصية وتبدأ وتشتري بالعملات الرقمية وتكسب زاد وانت في البيت. أيوه كمل. وتقدروا تدعوا وتسحبوا عبر أي صرف في اليمن. أها
ايوه قال لك احتاذها. خلاص احنا اسفين يا عم ولا نزعلك. احنا اسفين يا شيخ شباب الحاره. توسط لنا يا غالي ندخل فيها وحقك علينا ابشر. لا وساطة ولا اي شيء، حملة تطبيق واشترك. وين الرابط؟ الرابط في الوصف والتعليق الثابت.